السلام عليكم حبايبنا في كل مكان، طلاب ثالثه اعدادي. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الدرس الثاني، درس بعنوان الحضارات القديمه في الامريكتين. اول حاجه هنتكلم فيها دلوقتي على الحضارات القديمه اللي كانت في الامريكتين. مستر هي مش ديت حضاره قديمه؟ قال لك يعني هل يا مستر القارات الجديده ديت اللي هي سواء امريكا الشماليه او امريكا الجنوبيه او استراليا كان فيها حضارات؟ قال لك قال لك طب مين يا مستر الحضارات اللي كانت موجوده؟ قال لك والله نشأت عده حضارات قديمه قبل وصول مين يا مستر؟ هقول له قبل وصول الاوروبيين. ماشي يا مستر، يبقى كان في حضارات قبل وصول مين؟ هقول له قبل وصول الاوروبيين. ماشي، طب معنى كده كلامك يا مستر ان الاوروبيين هم اللي هيكتشفوا الامريكتين؟ هقول لك ودي ان شاء الله ناخدها في الدرس الثالث. فقال لك نشأت عده حضارات قديمه قبل وصول الاوروبيين الى الامريكتين بعده قرون. هنا بقى هنحط سؤال، مستر هي الحضارات ديت اللي هتظهر اسمها ايه؟ قال لك حضاره المايا وحضاره الانكا. عظيم. طب حضاره المايا وحضاره الانكا، هل الحضارات ديت كانت في بيئه متنوعه ولا بيئه واحده؟ قال لك والله نشأت في بيئات متنوعه. عظيم الكلام ده. طب ايه نتيجه لما الحضاره تنشأ في بيئات متنوعه؟ قال لك والله هتساعد على الانشطه الاقتصاديه، تتنوع الانشطه الاقتصاديه. ماشي، وهتساعد برضو على الاساليب الحياه هتكون متنوعه. يبقى كده نحط سؤال هنا او سؤالين. اول حاجه ايه نتيجه تنوع البيئات الطبيعيه التي نشأت فيها حضاره المايا والانكا؟ اول حاجه هيكون في تنوع الانشطه الاقتصاديه وتنوع اساليب الحياه. ماشي، حلو قوي الكلام ده. قال لك مرت بقى هذه الحضارات بعده مراحل متطوره. فعندك حضاره المايا موجوده اهي عند المكسيك، وعندك حضاره الانكا موجوده عند المحيط الهادي تحت في او جنب جبال الانديز. عظيم قوي الكلام ده. تعالى بقى دلوقتي نتكلم على حضاره المايا. هتلاحظ الدرس متقسم الى جزئين. اول جزء هنتكلم فيه على حضاره المايا، والجزء الثاني هنتكلم فيه على حضاره الانكا. واحده واحده كده، هناخد كل حضاره ندرس فيها ايه. قال لك هتتكلم عنها على الحياه السياسيه، تدرس الحياه الدينيه، تدرس الحياه الاقتصاديه، تدرس الحياه الثقافيه والعلوم والفنون والعماره. يبقى احنا هنمسك كل حضاره وهنقسمها الى كذا جزء: حياه سياسيه، حياه دينيه، حياه اقتصاديه، حياه ثقافيه وعلميه. اول حاجه هنتكلم على الحياه السياسيه. بس قبل ما نتكلم على السياسيه تعالى كده نشوف هي مكانها فين. انت فين يا بنت يا مايا؟ قالت لي والله يا مستر انا كحضاره المايا موجوده فين؟ اهو الجزء ده موجوده هنا. فهنا بنسميه ايه؟ هنا بنسميه اقصى جنوب قاره امريكا الشماليه. اقصى الجنوب. حلو. اقصى ايه؟ اقصى جنوب قاره امريكا الشماليه. عظيم قوي الكلام ده. فهتلاحظ هي موجوده فين؟ في المكان اللي بيفصل مين؟ هقول اللي بيفصل خليج المكسيك عن المحيط الهادي. يبقى تاني يا مستر، هي فين البت مايا؟ هقول له هي في المكان اللي بيفصل بين خليج المكسيك والبحر الكاريبي عن الهادي. يبقى في مكان ضيق. المكان ده بيفصل بين حاجتين، بيفصل في الشرق خليج المكسيك والبحر الكاريبي. طب غربها هقول له المحيط ايه؟ هقول له المحيط الهادي زي ما هو واضح عندك في الخريطه. يبقى كده يا مستر هقول اول حاجه هي موجوده اقصى جنوب قاره امريكا الشماليه في اليابس الضيق اللي بيصل بين الامريكتين. بتفصل بين ايه؟ هقول له خليج المكسيك والبحر الكاريبي من الشرق والمحيط الهادي من الغرب. اول حاجه تعالوا نتكلم على الحياه السياسيه. اول حاجه كده كلمه حياه سياسيه انا بحط لها مصطلح تاني. قال لك كلمه حياه سياسيه هي الحياه السياسيه تساوي، هكتبها عندك اهو واكتبها عندك، تساوي نظام الحكم. تساوي ايه يا مستر؟ اقول له تساوي نظام الحكم. فانا عايز اشوف البت مايا كانت بتحكم نفسها ازاي؟ هل جمهوري؟ هل وراثي؟ هل عندهم مدن مستقله؟ هل عندهم حكم مركزي لا مركزي؟ ده كله هنشوفه دلوقتي. قال لك اول حاجه تكونت حضاره المايا من عده مدن مستقله. ماشي يا مستر. مستر يعني مستقله؟ يعني كل مدينه ليها حاكم، كل مدينه ليها حاكم، وكل مدينه لها شعب، كل مدينه لها جيش. عظيم الكلام ده. فقال لك تكونت من مدن مستقله كانت تتحالف فيما بينها عند الحاكم في وقت الحروب يعني. عظيم الكلام ده. فقال لك كان لكل مدينه ملك وجيش. واحده واحده. الملك يا مستر ده
كان في ايده ايه؟ قال لك الملك كان في ايده سلطتين، سياسيه والدينيه. مستر يعني ايه سياسيه؟ بيحكم. يعني دينيه؟ كان ملك مقدس، كان له مكانه دينيه مقدسه زي الفراعنه. زي في الترم الاول في اولى اعدادي خدنا الحضاره المصريه القديمه، برضو الفرعون كان كده عندنا. عظيم الكلام ده. فالملك كان بيجمع في ايده السلطتين السياسيه والدينيه، لذلك هو كان ممثل الاله على الارض، فده له اهميه دينيه. عظيم. طب الجيش، جيش خاص بكل ايه؟ بكل مدينه. حلو قوي الكلام ده. طب نظام الحكم يا بت يا مايا، كان عندك نظام ايه؟ مهمه جدا، مهمه جدا جدا جدا. قال لك نظام الحكم حكم وراثي. حكم يا مستر؟ اقول له حكم وراثي. طب هل الملك كان في اسيستنت بيساعده، ولا هو كان بيدير المدينه لوحده؟ قال لك لا. قال لك كان يساعد الملك في اداره شؤون الدوله مجلس. المجلس ده مكون من ايه؟ قال لك والله المجلس ده مكون من نبلاء، الناس الغنيه، مكون من الكهنه اللي هم رجال الدين، ومكون من كبار القاده العسكريين. عظيم قوي الكلام ده. يبقى كده يا مستر حضاره المايا، ملخص الكلام ده كله، حضاره المايا هي مدن مستقله. يبقى ركز بقى، يقول لك صح وغلط مع التصويت. تكونت حضاره المايا من مدن موحده. اقول لا غلط. هي كانت ايه؟ هي كانت مدن مستقله، كان لكل مدينه ملك في ايده السلطه الدينيه والسياسيه. دينيه عارفين ان هو كان اله على الارض، له مكانه مقدسه، وسياسيه بيحكم. وبرضه كان له اهميه دينيه زي ما انا عرفت دلوقتي، وكان لكل مدينه جيش. حلو قوي الكلام ده. وعندها حكومه او عندها حكم ايه؟ حكم مركزي. طب بالنسبه ليه يا مستر الحياه الاقتصاديه؟ اي اقتصاد في الدنيا بيتكون من ايه؟ زراعه، صناعه، تجاره. واحده واحده. بالنسبه يا مستر للزراعه، قال لك في البدايه كان عندهم حاجه اسمها الزراعه المتنقله، يعني بيزرعوا في مكان النهارده هنا، المره الجايه المكان هنا، المره الجايه هناك، وهكذا. دي اسمها الزراعه المتنقله، ما كانوش بيزرعوا في مكان واحد، ده في البدايه خالص. ثم بقى عندهم حاجه اسمها الزراعه ايه؟ المستقره. طب ما النتائج المترتبه على الزراعه المستقره في حضاره المايا؟ هقول له ادى ذلك الى ظهور القرى. ده سؤال مهم، ما النتائج المترتبه على، وعندك في كتاب المدرسه. عظيم قوي الكلام ده. ده بالنسبه للزراعه. ماشي. طب مستر هي حضاره المايا حضاره زراعيه ولا صناعيه ولا تجاريه؟ يقول لا هي حضاره زراعيه. فحتى قال لك الزراعه اعتمدت الحياه الاقتصاديه بحضاره المايا في بدايتها على ايه؟ على الزراعه المتنقله. حلو قوي الكلام ده. الصناعه كان عندهم حرف يدويه زي الفخار وزي النسيج. ماشي. فخار تمام، والنسيج. والفخار ده بيجي طبعا من ايه؟ من الزراعه. بالنسبه للتجاره، هم عندهم تجاره. زاد النشاط التجاري في حضاره المايا. طب مستر ايه الدليل ان هم عندهم تجاره؟ قال لك بص، عملوا طرق ماشي وسط الغابات ماشي، وعملوا قنوات مائيه عشان يسهلوا التبادل التجاري. يبقى مستر القنوات المائيه اللي عملوها بتوع المايا، مستر الطرق اللي عملوها وسط الغابات، هدف ايه؟ اقول له بهدف التجاره، هدف تجاري. عظيم قوي الكلام ده. يبقى ملخص الكلام ده كله بالنسبه للحياه الاقتصاديه في الزراعه، كان عندهم زراعه متنقله ثم اصبحت زراعه مستقره. حلو عظيم. تاني يا مستر كان عندهم ايه؟ قالوا كان عندهم زراعه متنقله ثم اصبحت زراعه مستقره فظهرت القرى. طب بالنسبه للصناعه كان عندهم حرف يدويه، حاجات بسيطه سيمبل، زي هقول له الفخار والنسيج. طب بالنسبه للتجاره هقول له في التجاره عندهم كان ايه؟ في التجاره عندهم اهتمام بالتجاره، فعملوا قنوات مائيه عشان يسهلوا التبادل التجاري، وعملوا برضو ايه؟ هقول له عملوا طرق وسط الغابات. ده بالنسبه للحياه الاقتصاديه والحياه السياسيه. الدين بقى، بص حضرتك، بالنسبه للحياه الدينيه هم عندهم حاجه موجوده يعتبر في كل الحضارات، عندهم حاجه اسمها تعدد الالهه. تعدد ايه؟ تعدد الالهه، بيعبدوا كذا معبود وكذا اله. وخصوصا الحياه الدينيه عندهم كانت مرتبطه بالظواهر الطبيعيه. تاني، الحياه الدينيه كانت مرتبطه بايه؟ هقول له بالظواهر الطبيعيه. فكان مثلا عندهم اله للمطر، اله يا مستر، اله للمطر، وكان عندهم اله للشمس. فكده عملوا حاجه اسمها ايه؟ ربطوا الحياه الدينيه بظواهر الطبيعه.
فقال لك هنا اتسمت حضاره المايا بتعدد ايه؟ الاله. حلو قوي. فاعتقد شعب المايا ان كل اله دور محدد في حياتهم اليوميه. تمام. فكان عندهم اله للمطر، وعندهم اله لايه؟ وعندهم اله للشمس. حلو قوي الكلام ده. طب مستر، هو بالنسبه لطرق دفن الموتى، طرق ايه؟ طرق دفن الموتى كانوا بيدفنوا ازاي؟ قال لك والله عندك حاجتين. الملوك كانوا بيدفنوهم فين؟ في الاهرامات، زي بالظبط المصري القديم. ليه؟ لانهم عندهم حاجه اسمها حياه بعد الموت، البعث والخلود، وكانوا بيجيبوا كل ممتلكاتهم معاهم. طب بالنسبه للناس الغلابه اللي هم عامه الشعب، قال لك لا، دول كانوا بيدفنوا تحت المنزل. فقال لك هنا عندك اختلفت طرق دفن الموتى عند شعب المايا. دلدل هقول له فالملوك والكهنه بيدفنوا في اهرامات مع المجوهرات لاستخدامها في الحياه الاخرى اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي اسمها الحياه بعد الموت او البعث والخلود. طب عامه الناس يا مستر، قال لك والله يا معلم كان تحت المنزل مع الممتلكات ايه؟ مع الممتلكات الشخصيه. ده بالنسبه للحياه الدينيه عند حضاره المايا. بعد كده بالنسبه لاخر حاجه عندك في المايا، عندك الحياه الثقافيه والعلميه، وركز هنا شويه انت وهي. قال لك بص يا معلم، بالنسبه للكتابه، المايا كان عندهم حاجه اسمها الكتابه التصويريه. ايوه اللي جت في دماغك ايه؟ الكتابه ايه؟ الكتابه التصويريه. مستر نعم. هي الكتابه التصويريه عباره عن ايه؟ قال لك صور ورموز. زي مين؟ صح، برافو عليك، شطور. الكتابه الهيروغليفيه عند المصري القديم. فقال لك هنا شعب المايا استخدم كتابه تصويريه بتشبه الكتابه ايه؟ الهيروغليفيه. عظيم. عند المصري القديم. طب هي تتكون من، او هي كتابه تقليديه؟ قال لك لا. يبقى هل عرف شعب المايا الكتابه التقليديه؟ لا، عرف الكتابه التصويريه اللي بتشبه الكتابه الهيروغليفيه، عباره عن صور، عباره عن رموز. عظيم قوي الكلام ده. فقال لك هي تتكون من مجموعه رموز. تمام. طب مستر ركز كده، ايه اهميه الكتابه التصويريه عند المايا؟ هقول له بيدونوا الاحداث على جدران المعابد، بيسجلوا الاحداث. فقال لك الاهميه بتاعه الكتابه التصويريه، هقول له يدونوا الاحداث المهمه على جدران ايه؟ على جدران المعابد. دي اسمها اهميه الكتابه التصويريه. اهميه ايه؟ اهميه الكتابه التصويريه. عظيم. خلصنا من الكتابه، خش على علم الفلك. هل كان عندهم علم الفلك يا معلم؟ ده بت مايا عملت حاجات من مصر وخدتها من مصر، زي التقويم الشمسي. احنا كان عندنا التقويم الشمسي مقسم الى 365 يوم. حلو، خدوه مننا. فقال لك هم اول حاجه كده رصدوا حركه الكواكب والنجوم، دي اول حاجه عملوها. تاني حاجه هيطوروا النظام اللي هو التقويم الشمسي، فقسموا السنه لكام؟ 365 يوم وربع طبعا، او 365 يوم. طبعا كده هم شبه ايه؟ هم شبه المصريين ايه؟ المصريين القدماء. ده لو قال لك دلل تميزت حضاره المايا بالابداع في علم الفلك، هقول له الحاجتين دول. ده بالنسبه لعلم الفلك. تمام. خش على العماره والفنون. هل بتوع المايا عندهم حاجات موجوده حتى الان؟ هل عندهم عماره؟ هل عندهم فنون؟ قال لك اه. قال لك اول حاجه بالنسبه للعماره، قال لك هم عملوا حاجات شبهنا زي الاهرامات، ولكن طبعا مفيش مقارنه بين الاهرامات المصريه واهرامات البت مايا. مفيش طبعا ايه؟ مفيش طبعا يعني، في طبعا احنا احلى، احنا الجوده احلى، احنا الابداع افضل. فقال لك عملوا اهرامات تشبه الاهرامات المصريه لكنها اقل ضخامه ودقه، وبنوا فوقها المعابد. يعني الهرم فوق المعبد، الهرم في مايا فوق ايه؟ فوق المعبد. ده بالنسبه للاهرامات الضخمه اللي هم عملوها. برضو عملوا قصور كان بيعيش فيها الملك او الكهنه. حلو. عملوا مراصد فلكيه، دي خاصه بعلم ايه؟ خاصه بعلم الفلك. حلو قوي الكلام ده. ده بالنسبه للعماره. عملوا اهرامات، عملوا قصور، وعملوا مراصد ايه؟ بقول له عملوا مراصد فلكيه خاصه بعلم ايه؟ خاصه بعلم الفلك. طب مستر، هل في اثار موجوده حتى الان عند المايا؟ قال لك اه، في المكسيك هرم
كوكلكان. هرم ايه؟ كوكلكان. فقال لك من اثار حضاره المايا والتي ما زالت موجوده حتى اليوم هو هرم ايه؟ هرم كوكلكان. في دوله ايه يا معلم؟ هقول له في دوله المكسيك. في دوله ايه؟ في دوله المكسيك. حلو قوي الكلام ده. الفنون برضو عندهم زخرفه في النقش، وعندهم برضو النحت، واللي يؤكد الدليل ان هم عندهم نحت قال لك صنعوا المنحوتات من الحجر والطين. ايه؟ صنعوا المنحوتات من الحجر والطين، ده كل المايا. فقال لك فن النحت ازدهر. الدليل صنعوا المنحوتات من الحجر والطين. تاني، صنعوا المنحوتات من الحجر والطين. ده بالنسبه لحضاره المايا. الفنون عندهم زخرفه، وعندهم فن ايه؟ وعندهم فن النحت. كده خلصنا من حضاره المايا. كده خلصت المايا. اتكلمنا على ايه يا مستر دلوقتي؟ احنا قسمنا المايا، خدنا الحياه السياسيه، خدنا الحياه الاقتصاديه، خدنا الحياه الدينيه طبعا، وخدنا العماره والفنون، وخدنا الثقافه والكتابه، وطبعا علم ايه؟ طبعا علم الفلك. كده يعتبر نص الدرس خلص. تعال نخش بقى على حضاره الانكا. حضاره ايه يا معلم؟ حضاره الانكا. اول حاجه هي المايا كانت اقصى جنوب غرب امريكا الشماليه في دوله المكسيك. عظيم. طب الانكا يا مستر؟ قال لك الانكا اهي، دي البت التنكا. فين يا مستر؟ هي غرب امريكا الجنوبيه. فين؟ غرب امريكا الجنوبيه. حلو. طب هي عند المحيط الهادي ولا الاطلنطي؟ قال لك واضح عندك اهو، عند المحيط الهادي. طب هي عند جبال نقط؟ هقول له عند جبال الانديز زي ما خدت في التضاريس. فقال لك نشأت حضاره الانكا في غرب قاره امريكا الجنوبيه في المنطقه المطله على المحيط الهادي. يا مستر، على المحيط الهادي. دي من اعرق الحضارات اللي موجوده في الوقت ده وفي المكان ده. برضه هتكلم على الحياه السياسيه والاقتصاديه والدينيه والثقافيه والعماره وايه؟ والعماره والفنون. الحياه السياسيه بقى عند الانكا، نظام الحكم عند الانكا هل كان مركزي؟ هل كان لا مركزي؟ هل كان دول مستقله او مدن مستقله، ولا كان عباره عن ايه؟ قال لك والله الانكا هي كان عندها حكم مركزي قوي. كلمه حكم مركزي قوي يعني كان عندها حاكم واحد هو مسيطر على الحضاره دي كلها او على الدوله دي كلها. ده معنى كلمه حكم مركزي قوي. عظيم. طب مستر، لما يكون المدرسه فيها مدير واحد ده كويس، ولا يكون في كذا مدير؟ ده حتى عندنا مثل بيقول لك ريسين في المركب بتغرق. فلذلك لما يكون في مدير واحد او رئيس واحد او ملك واحد، دي بتعمل حاجه اسمها الاستقرار، بيكون في امن، بيكون دوله مستقره. فقال لك نتيجه ان هي عندها حكومه مركزيه قويه او حكم مركزي، قال لك هيكون عندهم، احفظ بقى كده، استقرار، توسع، اقوى امبراطوريه. تاني، ايه نتيجه ان هي عندها حكم مركزي؟ احفظها، هيكون عندها استقرار، هيكون عندها توسع، هيخليها اقوى امبراطوريات امريكا الجنوبيه. تاني الانكا لما يكون عندها حكم مركزي قوي يكون عندها ايه؟ هيؤدي الى ايه؟ 3 حاجات: استقرار وتوسع، استقرار وتوسع، استقرار وتوسع، وايه؟ اقوى امبراطوريات امريكا الجنوبيه. حلو الكلام ده. طب مستر، هي الحكم عندها ايه؟ برضه حكم مركزي، ماشي، وكان حكم ايه؟ وراثي. عظيم. تمام. بعد كده الحياه الاقتصاديه، هنتكلم على الزراعه، والزراعه هنا بقى ركز فيها شويه لان برضه الزراعه مهمه جدا جدا في الانكا. في الزراعه هيعملوا 4 حاجات في الزراعه. اول حاجه يعملوها ايه؟ بص كده، هيعملوا كام حاجه؟ 4 حاجات في الزراعه. اول حاجه هيعملوا محاصيل متنوعه، ده رقم واحد. تاني حاجه هيعملوا مخازن عشان يخزنوا الحبوب. طب مستر يخزنوها ليه؟ قال لك عشان وقت الحاجه يحتاجوا الحبوب ديت. فقال لك هنا بنوا مخازن لتخزين الحبوب عشان يوفروا الغذاء في اوقات الشده. يبقى تاني يا مستر، اول حاجه هيعملوا محاصيل متنوعه، تاني حاجه هيعملوا مخازن لتخزين الحبوب. عظيم. حلو. تالت حاجه قال لك هيربوا الحيوانات، زي حيوان اسمه ايه؟ اللاما. ده رقم 3. طب ايه اهميه اللاما؟ هيستخدموه في النقل والتنقل. فقال لك استخدموه في النقل. يبقى كده يا مستر حتى الان في الزراعه عملوا كام حاجه؟ هقول له عملوا محاصيل متنوعه، وعملوا مخازن عشان يخزنوا الحبوب، واهتموا بتربيه الحيوانات خصوصا اللاما عشان مهم جدا في ايه؟
في النقل والتنقل. عظيم قوي الكلام ده. ركز بقى في رابع حاجه مهمه جدا جدا جدا، الا وهي هي اصلا عندهم طبيعه ايه؟ مستور استنى كده، انت قلت لي ان هم غرب امريكا الجنوبيه، وانا عارف وانت عارف والناس كلها عارفه ان غرب قاره امريكا الجنوبيه صح في جبال ايه؟ صح الانديز. استنى كده، في جبال انديز عند الحضاره، يبقى كده هم عندهم طبيعه ايه؟ سهليه ولا جبليه؟ شاطر، عندهم طبيعه جبليه. طب ازاي بقى؟ ازاي يتغلبوا على المشكلات وعلى العوائق الطبيعيه ديت؟ قال لك والله يعملوا كذا حاجه. اول حاجه هيزرعوا المدرجات، مش هم عندهم جبال؟ فيزرعوا يخلوها مسطحات، ماشي، زي فينيقيا زي ما خدناها في ثانيه اعدادي. تاني حاجه قال لك هيعملوا القنوات، ليه؟ قال لك لجلب الميه من المناطق المرتفعه الى الاراضي الزراعيه. هم عملوا ثاني حاجه ايه؟ عملوا قنوات عشان يجيبوا الميه من الاراضي العاليه في الجبال الى ايه؟ الاراضي الزراعيه. ثالث حاجه، بص يا معلم، هم عندهم الجبال جنب بعض، الانديز جنب بعض، فيعملوا ايه؟ مثلا هنا مثلا في جبل مثلا وهنا في جبل. طب هنا يعملوا ايه؟ هيزرعوا هنا ازاي؟ قال لك فيعملوا هنا جسور. يعملوا ايه؟ هيعملوا جسور معلقه من الياف النباتات. يعملوا ايه؟ هيعملوا جسور معلقه مصنوعه من الياف النباتات عشان يسهلوا ايه؟ عشان يسهلوا التنقل. عظيم الكلام ده. يبقى تاني يا مستر، هم ازاي هيتغلبوا على المشكلات اللي كانت بتواجه طبيعه ارضهم الجبليه؟ واول حاجه عملوها عندك اهو، زرعوا المدرجات، زرعوا المدرجات، زرعوا المدرجات. طب تاني حاجه عملوا ايه؟ عملوا القنوات. عملوا القنوات ليه؟ يجيبوا الميه من اراضي مرتفعه الى ايه؟ اراضي زراعيه. ثالث حاجه قال لك عملوا الجسور، ليه؟ لان جبل وجبل، فيعملوا جسور معلقه من الياف النباتات. جسور معلقه من الياف النباتات ليه؟ عشان يسهلوا التنقل. كده يا مستر تغلبوا فعلا على طبيعه بلادهم الجبليه. كده عملوا كام حاجه في الزراعه؟ 4 حاجات في الزراعه، ودي مهمه جدا جدا لازم تركز فيها. بعد كده نخش على الصناعه. الانكا هل كان عندهم برضه صناعات يدويه؟ قال لك لا، هم كان عندهم حاجات افضل شويه من البت مايا. ازاي؟ قال لك بص، هيصنعوا الاواني الفخاريه والمعدنيه، وهيهتموا بالنسج اللي هو اسمه النسيج. يبقى كده يا مستر هم عندهم كام حاجه في الصناعه؟ قال لك عندهم اواني فخاريه ومعدنيه وعندهم نسيج. تاني، عندهم كام حاجه في الصناعه؟ اواني فخاريه ومعدنيه والنسيج. ركز بس في الاواني الفخاريه، معروف من الفخار. قال لك ده كان عندهم كمان ممكن يعملوا الاواني من معدن الذهب. ايه؟ ذهب؟ قال لك المعدن عندهم يا اما نحاس يا اما ذهب. بس ركز قوي على الذهب، تعمل حاجه تاكل فيها من الذهب؟ ده انت كده الذهب ده عندك كتير. قال لي انا عندي وفره استخدام الذهب، انا عندي استخدام ذهب كتير. فقال لك انا بالنسبه للذهب، قال لك الذهب عندي كان متوافر لديهم بكثره. هم عملوا اواني ايه؟ قالوا عملوا اواني من الفخار ومن المعدن. طب اي معدن؟ هقول له عندك اهو نحاس وذهب. نحاس وذهب. طب ركز قوي على مين؟ هقول له ركز قوي على الذهب، لان معنى ان هو يعملوا اواني من الذهب ده هم كده عندهم ذهب كتير قوي. عندهم معلم، عندهم ذهب كتير قوي. عظيم قوي الكلام ده. زائد عندهم النسيج، ده بالنسبه للصناعه. طب التجاره، معلومه واحده تعرفها، عملوا حاجه اسمها المقايضه. خد وهات، هات وخد، دي المقايضه، هي مبادله سلعه بسلعه اخرى، زي بالظبط مصر القديمه. فقال لك اعتمد شعب الانكا في المعاملات التجاريه على ايه؟ قال له على نظام المقايضه، اللي هي مبادله سلعه بسلعه ايه؟ بسلعه اخرى. كده خلصنا من الصناعه والتجاره والزراعه. خش على الحياه الدينيه، برضه يعتبر في تشابهات بين المايا والانكا في الدين. هناك كان عندهم تعدد الهه، برضه هنا كانت عندهم ايه؟ تعدد الهه. هناك كان طبيعه، برضه هنا كان طبيعه. هناك كان في اله الشمس والمطر، هنا مين اهمهم؟ ركز، اله الشمس. واركن في الجركن، اله الشمس اهم اله عند الانكا. طب المايا شمس ومطر، تمام. هنا الانكا قال لك كانوا شايفين ان هم ابناء اله الشمس. لما انا اشوف ان انا ابن اله الشمس، يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا كده اكتسبت مكانه دينيه مقدسه.
يبقى نتيجه ان انا اعتبرت نفسي ان انا ابن اله الشمس، يبقى انا كده اكتسبت المكانه الدينيه ايه؟ المقدسه. فقال لك كان حكام الانكا يعدون انفسهم ابناء اله الشمس، وده منحهم ايه؟ مكانه مقدسه، دي اسمها النتيجه. يقول لك في الامتحان ما النتائج المترتبه على اعتبار حكام الانكا انفسهم ابناء اله الشمس؟ اقول له جعل لهم مكانه دينيه مقدسه. هم كان عندهم بقى، ركز، هم خدوا حاجه من مصر، الا وهي ايه؟ قال لك الا وهي التحنيط. طب التحنيط ده هو احد خصائص ايه؟ برافو عليك، البعث والخلود. فقال لك اشتهر شعب الانكا بحفظ اجسادهم عن طريق التحنيط. هم كده مؤمنين بايه؟ عندك اهي، مؤمنين بالحياه بعد الموت، زي مين؟ زي المصريين. بس هل يا مستر التحنيط في مصر زي التحنيط عند بيت الانكا؟ قال لك لا، مفيش. احنا عندنا براعه، احنا عندنا تفوق، احنا عندنا ابداع في التحنيط. فقال لك لم يبلغ التحنيط عند حضاره المايا درجه البراعه التي عرف بها المصريين ايه؟ المصريين القدماء. حلو قوي الكلام ده. ده بالنسبه للحياه الدينيه. فهو انت بتذاكر بقى عايزك تعمل كده التشابه والاختلاف اللي بين المايا والانكا زائد مصر، ان في اخر الدرس هناخد ايه التشابه بين الحضارتين دولت والحضاره المصريه القديمه. يبقى لازم كده تعمل ربط، تعمل تشابه بين جميع الحضارات اللي عندك في المنهج. بالنسبه للحياه الثقافيه والعلميه، ركز بقى. هل يا مستر بتوع المايا عندهم كتابه؟ كتابه تصويريه. طب هل الانكا عندهم كتابه؟ قال لك لا. قال لك لم يعرفوا الكتابه. فقال لك لم يعرف شعب الانكا الكتابه التقليديه بمفهومها المعروف، ولكن كان عندهم لغه. ركز، كتابه ما عندهمش بس لغه عندهم. طب ايه اللغه اللي عندهم؟ اسمها لغه الكيتشوا. اهي لغه ايه؟ لغه الكيتشوا. لغه ايه؟ لغه الكيتشوا. طب مستر لغه الكيتشوا هل في دلوقتي ناس بيتكلموا بيها؟ قال لك قال لك هي انتقلت شفهيا من جيل الى جيل، انتقلت شفهيا من جيل الى جيل، فلذلك في كتير دلوقتي بيتكلموا بيها. تمام. فقال لك هي انتقلت شفهيا من جيل الى جيل، ولا يزال من الاشخاص يتحدثون حتى اليوم بها. يبقى تاني يا مستر، يبقى كده بالنسبه للكتابه هل عندهم كتابه؟ لا. كتابه تقليديه؟ لا. امال عندهم ايه؟ قال لك عندهم لغه اسمها لغه الكيتشوا. لغه ايه؟ لغه الكيتشوا ما زالت موجوده حتى الان. ليه؟ انتقلت شفهيا من جيل الى جيل. حلو قوي الكلام ده. بالنسبه للعلوم قال لك برع شعب الانكا في علم الرياضيات. ركز بقى، هم كان عندهم نظام للرياضيات اللي اسمها الكيبو. ده نظام عملوه عشان يوثقوا المعلومات الرياضيه. ركز، المعلومات ايه؟ المعلومات الرياضيه، مش اي معلومه، لا المعلومات الرياضيه. فقال لك استخدموها بتوع الانكا، استخدموا حاجه اسمها الكيبو لتوثيق ايه؟ لتوثيق المعلومات. طبعا دي عباره عن حبل وكل رقم بقى ده ليه مدلول. ده بالنسبه للكيبو. هل بتوع الانكا عندهم تقويم؟ قال لك لا، هم عكس المايا وعكس مصر. فقال لك لم تطور حضاره الانكا التقويم زي المايا، ولكن هم كان عندهم حاجه، هم عرفوا افضل وقت للزراعه والطقوس الدينيه. تاني، هم عرفوا افضل وقت للزراعه والطقوس الدينيه عن طريق ايه؟ قال لك اهو ملاحقه او ملاحظه. بلاحظ مين يا مستر؟ قال لك بلاحظ الشمس والقمر والنجوم. فانا كده اعتمدت على الشمس والقمر والنجوم ان انا ايه؟ ان انا الاحظ واعمل افضل وقت للزراعه والطقوس الدينيه. هم ما كانش عندهم تقويم، لا ما كانش عندهم. ده بالنسبه للحياه الثقافيه. العماره والفنون قال لك بص يا معلم، هم كان عندهم كذا حاجه في العماره والفنون. فكان عندهم معابد وقصور، قصر يعني، وكان عندهم جسور. طب المعابد والقصور معروفين. طب مستر ايه الدليل ان هم ابدعوا في المعابد والقصور؟ قال لك استخدموا كتل ضخمه من الحجاره نحتت بدقه عليه. ده الدليل. ده الدليل ان هم كان عندهم عماره وكان عندهم معابد وكان عندهم قصور. ماشي.
طب الجسر؟ قال لك لا، الجسر بقى عشان يسهلوا ايه؟ التنقل. فقال لك اهتموا ببناء الجسور وشق الطرق طبعا، وسووها عشان ايه؟ يكون في اتصال بين اجزاء الامبراطوريه. طب مستر، هل في حاجات اثار موجوده حتى الان؟ قال لك اه. ايه الاثار اللي عندهم موجوده حتى الان؟ قال لك والله بص يا معلم، دي موجوده في مدينه اسمها مدينه ماتشو بيتشو. ايه؟ ماتشو بيتشو، مدينه ماتشو بيتشو في دوله بيرو. ماتشو بيتشو في دوله بيرو. ماتشو بيتشو في دوله بيرو. حلو، دي الاثار اللي موجوده حتى الان عندهم، زي هرم كوكولكان في المكسيك. عظيم. ده بالنسبه للاثار اللي موجوده عندهم حتى الان. نختم بقى الدرس باخر سؤال مهم جدا جدا، الا وهو ايه التشابه اللي بين الحضارات المصريه والامريكتين؟ التشابه. قال لك بص، في 4 تشابهات. في ايه؟ في 4 تشابهات. قال لك اول حاجه، رغم ان في مسافه كبيره بيننا وبينهم، ولكن عادي الحضاره بتنتقل من مكان لمكان عادي خالص. اتس ايزي، سهل جدا، رغم ان احنا بعاد عن بعض، احنا في افريقيا وهم في الامريكتين. قال لك فالحضارات بتنتقل عادي جدا جدا. فاول حاجه تؤكد ان كان في شبه وفي تشابه، قال لك العماره. ازاي؟ الاهرامات. فقال لك احنا عندنا اهرامات وهم عندهم اهرامات، زي هرم كوكولكان. وبرضه المعابد احنا عندنا وهم ايه؟ وهم عندهم معابد. حلو. تاني حاجه يا معلم، قال لك المعتقدات الدينيه. مستر، الايه؟ المعتقدات الدينيه. فقال لك احنا عندنا تعدد الهه، وبنعبد عادي الشمس كلنا كده. حلو. عندنا كمصر التحنيط، عندنا حياه بعد الموت، وهم برضو في حاجات من ديت عندهم. فقال لك هم عندهم تعدد الهه وقدسوا الشمس. حلو. اعتبروا الحاكم وسيط بين السماء والارض. حلو. المايا ومصر كده. تمام. البعث والخلود. تمام. التحنيط، وركز في التحنيط. هل التحنيط في مصر والمايا والانكا؟ لا، موجود في مصر والانكا فقط. تحنيط مصر والانكا فقط. ده بالنسبه للتحنيط. عظيم. كده اتكلمت على حاجتين حتى الان. الكتابه التصويريه. البت مايا عندها كتابه تصويريه، وامي وامك كتابه تصويريه هيروغليفيه. اذا كده يا مستر الكتابه التصويريه، احنا عندنا كتابه هيروغليفيه تصويريه، والبت مايا عندها برضو ايه؟ عندها كتابه تصويريه. عظيم، ماشي، ده شبه، ده كله التشابه. اخر حاجه قال لك علم الفلك. مستر، احنا عندنا تقويم شمسي. حلو. وهم برضو عندهم تقويم شمسي. هم مين؟ هم المايا. فقال لك هنا وضع هذه الحضارات تقاويم دقيقة. مستر، بما تفسر. ليه يا مستر؟ ليه؟ واي بيكوز الاوز. قال لك عشان ينظموا الحياة الزراعية واحتفالاتهم الدينية، يبقى خاصة بالدين والزراعة. يبقى هيكون عندهم تقاويم ليه؟ قال لك خاصة بالحياة الزراعية وخاصة بالاحتفالات الدينية. كده النهارده الحمد لله خلصنا من الدرس الثاني بتاع المايا بالتفصيل وبتاع الانكا بالتفصيل. ان شاء الله ذاكر الدرس كويس، هتحل الاسئله عليه، عشان الحصه الجايه ان شاء الله يكون عندك امتحان على الدرس الثاني. وان شاء الله بعد كده بقى نخش على درس ممتع جدا جدا، هو الكشوف الجغرافيه في الامريكتين.